في ناس نفسي يوسعوا مخهم معايا شويه. والله العظيم في ناس بتدخل على الموضوع التفاوض ده ويقول لك ايه. في اللي قال لي التفاوض حرام شرعا، لان التفاوض المفروض ان المسلم الصح يحط سعر المنتج وخلاص. وفي اللي مش قادر يفرق بين البيع والتفاوض. وفي اللي يقول لك لا، في حالات محتاجه تفاوض. يا جماعه بالراحه علشان نفهم. اولا، لما واحد يقول لك اما تكون بتبيع منتج للجمهور سعره ثابت، ده اسمه نون نيجوشيشن سيلينج، يعني بيع غير تفاوضي. حضرتك بتبيع القطعه ب 100 جنيه، 10 قطع ب 100 جنيه، 1000 قطعه ب 100 جنيه القطعه، وهكذا. خلاص، ده في حالات ان يكون معاك كتالوج او يكون انت حاطط البرايس على القطعه بتاعتك وقافل باب التفاوض عليك. بس حضرتك ليه بتضايق مخك؟ علشان انا ما اقدرش اعمل ده في كل المنتجات. في بعض المنتجات اللي هتقابلك غصب عنك هتعمل تفاوض. طيب حضرتك بتبيع برودكت اونلاين، منتج اونلاين، فانا بشتري منك قطعه، فانت قلت لي القطعه ب 100 جنيه. اوكي، طيب انا قلت لك ايه بقى؟ بس انا عايز منك جمله يا باشا، انا عايز منك 50 قطعه، هتديني القطعه على كام؟ تقدر تقول لي برضو القطعه ب 100 جنيه؟ لا، ده انا هقول لك ايه بقى. بص يا باشا، انا عايز منك 100 قطعه وخصم 25%، وعايز كمان الشحن يبقى عليك. امتى يا جماعه بتفاوض وامتى بقنع اللي قدامي وببيع؟ اذا كان البرايس بتاعك فيكسد ثابت ما بيتغيرش، ما قدامكش غير حل واحد بس لما اللي قدامك يعترض على السعر، انك تبيع الفاليو، القيمه بتاعت المنتج. يقول لك يمين يقول لك شمال، تقول له لا السعر ده مناسب، وده اسمه هاندلنج اوبجكشن، اللي هو طريقه التعامل مع الاعتراض. يبقى انا امتى ببيع الفاليو بتاعت البرودكت؟ لما يبقى السعر عندي ثابت ومفيش تحكم، مفيش فليكسبيليتي في تغيير سعر البرودكت. طيب ان كيس ان السعر يبقى فليكسبل، ان في بعض الايشوز او الحاجات التانية زي طريقه تسليم، زي ميعاد الدفع امتى، زي ديبوزيت 50%، زي ال 100 قطعه عليهم 25% او 20% عشان حضرتك ايد تانية فهتاخدهم تديهم لايد تالتة. هل ده حرام في البيزنس؟ لا، مش حرام في البيزنس. لو هتتكلم دين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيع والشراء ايه؟ قايم على ايه؟ على الرضا والتراضي، فهنا ما فيهاش اي مشكله في الدين. طيب نيجي بقى نتكلم في البيزنس، هل ده مسموح في البيزنس؟ مسموح في البيزنس. واحد من الناس بيقول لي ايه؟ اصل ده شغل مصر، الحاجات دي مش موجوده في دول بره. هو ايه اللي مش موجود بره؟ عايز افهم انت بتتكلم على ايه يعني. يعني انا شركه هنديه كانت لسه بتكلمني من كام يوم علشان يعمل لي ويب سايت، ما تفوتش معايا الهنود يعني، وقال لي الويب سايت بكام، وانا رحت وجيت واتكلمت كذا مره، وهو قابل النيجوشيشن وبينيجوشيت معايا. الدول بينها وبين بعضها ما بيتخانقوش ويتفاوضوا على الوصول للوين وين سيتويشن. لا حبيبي، مش موجود جوه مصر. فرنسا، امريكا، اي دوله في العالم بتتفاوض في ايشوز وفي التجاره بالذات. يعني انت عايز تقول لي شركه ابل الامريكيه لما تفتح ديستريبيتور ليها في الشرق الاوسط ولا في مصر، ما بيتفاوضوش على النسبه وطريقه وايجنت ولا ديستريبيتور وياخد كام ونسبه كام ويفتح فين وشكل الفرع ايه؟ محتاجك ان انت توسع مخك، ما تخليش خبرة حياتك مبنية على اللي انت بتشوفه بس في حياتك. وسع مخك معايا وشوف اللي اشتغل سيلز ده يا جماعة لازم يكون اوبن مايندد، منفتح على كل انواع السيلينج. ممكن يشتغل في عربيات، ممكن يشتغل في ريل استيت، ممكن يشتغل في اي حاجة في الدنيا. فانا اللي عايز اقوله لك بس في الفيديو ده عشان ما نتوهش من بعض كلمتين. في فرق بين البيع والتفاوض. البيع قايم على الاقناع، تقنع اللي قدامك بفكرتك او بمنتجك ان هو مناسب جدا ليه. جميل. مفيش فرصه للتفاوض فيه لان السعر فيه ثابت، الا اذا كان البيع السعر فيه فليكسبل. في الحاله دي هنروح لايه؟ للكلمه اللي قايم عليها التفاوض في الاساس، وهو وجود طرفين الاتنين مختلفين في الراي. واحد عايز 60% وانا مش عايز اديله ال 40. واحد عايز الشحن عليه وانا بقول الشحن عليا. واحد عايز ياخد على القطعه الواحده 20% وانا بقول له لا، ده عشان تاخد 20% مني لازم تاخد 1000 قطعه. اذا بقى في طرفين الاتنين مختلفين عن بعض. علشان نوصل لمنطقه مشتركه مرضيه للطرفين اللي هم محتاجين لبعض دول، فاحنا هنا مش هنبيع، هنا هنتفاوض. طيب هل ينفع البيع والتفاوض يتقابلوا مع بعض في مكان واحد؟ ينفع. انا رايح اقنع واحد بسيرفيس، بابلكيشن، بتريننج، فهو اصلا ما اشتراش التريننج عشان ان انا اتفاوض معاه، فالاول اقنعه بامكانياتي وقوتي والتريننج هيفرق بايه و عشان اساتسفاي النيد اللي عنده،
واخلي التريننج يبقى ليه فاليو عنده، هيحل له مشكلته، يبقى انا كده ببيع. طب جينا بقى عند النقطه بتاعه البرايس، فبدا الراجل يقول لي لا البادجت والدنيا وغالي وبتاع، نبدا نقول له ايه، طب نعمل دي اونلاين، دي نعملها اوفلاين، دي نعملها كذا، ندي العدد كذا، نعدي الحته دي. يبقى فهمت انت دلوقتي ان انت في بيع في تفاوض، وممكن الاثنين يتقابلوا مع بعض. ما تضايقش مخك في البيزنس، اسعى دايما للوين وين سيتويشن. ما تدخليش الدين وتقول لي التفاوض حرام والسعر لازم يكون ثابت، ده عدم فهم اصلا بالبيزنس وبالدين الاتنين مع بعض. ما تقوليش ده شغل فهلاوه مصريين، لا القصه مش كده خالص. الموضوع مش قصه ساعه مضروبه واحد بيبيعها في قطر، مش ده اللي انا بحكي عنه. انا بحكي عن بيزنس كبير بين شركات وبعضها، وبين سيرفيس بروفايدر بيقدم سيرفيس لشركه، وبين شركه بتتفاوض مع موزع ديستريبيتور يوزع لها، ما بين انت نفسك لو بتعمل ديزاين او لوجو وبتتفاوض مع واحد قال لك اللوجو بكام، ب $50، قال لك طب انا هاخد منك 100 لوجو في الشهر بس احسب لي الواحد ب 40. تبدا تحسبها وتكسر معاه ومين عليه ايه لغايه ما توصل للسعر اللي انت عايزه. يبقى كل المطلوب ان احنا نوسع بس مخنا شويه ونفهم اكتر يعني ايه تفاوض، لان بنحتاج في كل حاجه في حياتنا تفاوض. اشوفكم على خير دايما.